السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الجزء الثالث من البيزنس موديل. اختيار البيزنس موديل ده من أهم الخطوات اللي لازم تتعمل صح، لأن اختيار البيزنس موديل ده اللي هيفرق المشروع بتاعنا هيكمل ولا لأ. وما نقولش إن احنا هنختار أي حاجة ونشوف بعدين إيه اللي هيحصل، لأ، ده اختيار لازم يبقى صحيح من البداية. عاوز تعرف إزاي نختار البيزنس موديل في 5 خطوات؟ تابع الفيديو للآخر. اول خطوه انك بتبدا من جمهورك مش من نفسك. من اكبر الاخطاء اللي اصحاب المشاريع او رواد الاعمال بيعملوها ان هم بيختاروا البيزنس موديل اللي على مزاجهم. لا، انت ما بتختارش البيزنس موديل اللي على مزاجك، انت بتختار البيزنس موديل اللي العميل عاوزه. يعني ايه؟ احنا هنسال العميل انت بتشتري ليه بيشتري، بيدور على ايه لما بيشتري المنتج او الخدمه بتاعتك، الراحه، السرعه، الجوده، ايه الحاجه اللي هو عايزها من المنتج بتاعك. هنسألهم برضو طريقة الدفع، بيحبوا يدفعوا مثلا بالقطعة، بالمرة الواحدة، بيحبوا الاشتراكات، بيحبوا يشتروا باكج على بعضها أو مجموعة كبيرة على بعض. كل الحاجات دي بتفرق في البيزنس موديل بتاعك. هنقول مثلا مثال اللي هو حد بيشتري أو بيعمل منتجات فتنس، فالعميل ما بيحبش مثلا يشتري أو يدفع مبلغ ضخم في الأول، لا، هو بيحب إن هو يشتري أو يعمل اشتراكات شهرية. فهنا دي بتقدم له جودة احسن، وانت برضو بيحقق لك دخل ثابت للبيزنس موديل بتاعك. فهنا العميل هو اللي اختار البيزنس موديل. تاني خطوة، بص على القيمة اللي انت بتقدمها. لو القيمة اللي انت بتقدمها سرعة وراحة زي ابليكيشنز طلبات وكريم واوبر، فانت هتستخدم اون ديماند موديل. لو القيمة اللي انت بتقدمها جودة عالية وخبرة، فانت ممكن تستخدم البريميوم موديل او اللي هي النسخة المدفوعة بعد اللي هي الفريميوم موديل طبعا. وممكن تستخدم السيرفيس بيزد موديل برضو، هيبقى مناسب في حاجة زي كده. هناخد مثال، مثلا لو مطعم بيقدم وجبات لشركة معينة للموظفين عندها، فالمطعم دوت طبعا انسب مثلا هو طبعا الشركه بتطلب على طول من المطعم دوت، فانسب موديل ليه هيبقى السبسكريبشن، اللي هو اشتراك، يعمل سبسكريبشن بوكس للشركه ديت، واللي هي على طول بتاخد منه دوت، هيوفر لها راحه وسرعه. وده طبعا يعني احنا شفنا هنا في المثال دوت ان القيمه هي برضو اللي بتحدد البيزنس موديل. تالت خطوه، جرب قبل ما تلتزم بالبيزنس موديل اللي هتختاره. في حاجه عندنا في البيزنس اسمها ال MVP او المينيمم فايبل برودكت، انك بتنزل بالنسخه المبسطه جدا من المنتج بتاعك، تسال الناس عليه رايهم فيها، تسال العملاء، تسال الجمهور، وتبتدي تعمل تاخد الفيدباك وتعمل ديفلوبمنت او تطوير للمنتج او الخدمه بتاعتك قبل ما تنزل بالمنتج او الخدمه كامله السوق. طبعا بتاخد الكور فيتشرز او اللي هي المزايا الاساسيه بس، مش لازم تنزل بالمنتج او بالخدمه متقفله او كامله يعني. ممكن تنزل بسعرين مختلفين وتسال الجمهور على رايهم في السعرين. ممكن تنزل مثلا بنسخه الفري والبيد، النسخه المجانيه والنسخه المدفوعه. ممكن تجرب طرق دفع مختلفه، البيع الفردي او بالباقات او بالاشتراكات، وتشوف برضو الارقام، وتخلي بقى العميل هو اللي يحكم في حاله زي كده. رابع خطوه، احسب التكلفه قبل الايراد. في بيزنس موديلز شكلها جميل جدا وتحسسك انك هتجيب لك ايرادات عاليه جدا، بس في الحقيقه تكلفتها غاليه جدا. فانت بتحسب التكلفه، هتحسب تكاليف ايه؟ مثلا تكاليف تقديم الخدمه، تكاليف التشغيل، تكاليف التسويق، كل التكاليف اللي تقدر هتدفعها في المشروع بتاعك احسبها وشوف. لو التكلفه اعلى من الايراد، سيب الموديل فورا وما تكملش فيه. لو حسيت ان الموديل ده هيخسرك اكتر ما هيكسبك. يعني مثلا هنلاقي الفريميوم موديل او النسخه المجانيه، لو تكلفه العميل المجاني اعلى من الايراد اللي هيجيبه، ما تكملش في الموديل دوت وروح لموديل تاني. خامس خطوه، هتختار البيزنس موديل اللي يخدم استراتيجيتك. مش كل البيزنس عاوز ينتشر، ومش كل البيزنس عاوز يكبر في السوق. لو هدفك الجروث او النمو في السوق، ممكن تستخدم بيزنس موديل مثلا زي اللي هو ماركت بليس اللي هو السمسار، او السبسكريبشن الاشتراكات. لو هدفك الربح السريع، ممكن تستخدم البيع المباشر او الهاي مارجن موديل، اللي هو بيحقق لك هامش ربح عالي جدا من المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. فالخلاصه ان انت لازم تستخدم البيزنس موديل او تختاره على اساس الاستراتيجيه او الرؤيه اللي انت عاوزها للمشروع او الشركه بتاعتك. في النهايه، اختيارك للبيزنس موديل مش حظ او خطوه بنعملها كده وخلاص، لا، ده السر او المفتاح اللي هيخليك تنجح في شركتك ومشروعك. اعرف عميلك، اعرف القيمه اللي انت بتقدمها، جرب، احسب، وخلي الموديل يخدم هدفك. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي، وخليك دايما سابق بخطوه. سلام.